أعزائي طلبة السادس العلمي، رجعنا لكم بمحاضرة جديدة. اليوم راح نراجع الملاحظات المهمة اللي تخص التعاليل اللي تخص علاقة جبس. بالدرس الماضي أخذنا الملاحظات، بس اليوم احنا راح نبدي نحل بالتعاليل، فنحتاج إلى استذكار. اتفقنا إذا ورد في التعليل العبارات الآتية: تحلل، تفكك، تجزؤ، انصهار، ذوبان المواد الصلبة، واستخلاص. عندنا ذني 5 عبارات: تحلل، تفكك، تجزؤ، انصهار، ذوبان المواد الصلبة، واستخلاص. راح يصاحب العملية زيادة بالانتروبي والتفاعل ماس للحرارة. متفقين؟ هاي أول ملاحظة. الملاحظة رقم 2: ادي 3 عبارات منفية: لا يتحلل، لا يتفكك، لا يتجزأ. قلنا لا عائديتها على التلقائية، يعني لا تلقائي، لا تلقائي. ويتحلل هنا إشارتين عندي جاهزة، دلتا اتش إشارتها موجبة والدلتا اس، فراح أحصل من العبارات المنفية لا يتحلل، لا يتفكك، لا يتجزأ، أحصل 3 إشارات موجبة. نيجي عندنا عبارة منفية لا ينجمد، هاي تختلف، ما أقدر أوضعها ويا العبارات المنفية. لا يعني لا تلقائي، ينجمد. إذا انجمد الدلتا اتش سالبة، لأن راح تحصل انبعاث حرارة وبعد ونقصان بالانتروبي. واضح؟ هسه نجي دائما إشارات الدلتا اتش والدلتا اس متطابقة، ما عدا عندنا تعليل كان في منهاج التطبيقي والتطبيقي انحذف وراح، فهنا اكو اختلاف. الباقي التعاليل اللي عندنا إشارة التغير في الانتروبي والتغير في الانثالبي متطابقة. زين، إذا ورد في التعليل درجات الحرارة العالية، يعني هنا الدلتا اتش راح تكون موجبة، درجات الحرارة العالية يعني اكو امتصاص حرارة، يعني اكو تسخين ويصاحبها زيادة بالانتروبي. وإذا ورد درجات الحرارة المنخفضة، شو راح يكون؟ الدلتا اتش سالبة، اكو انبعاث حرارة ويصاحبها نقصان بالانتروبي. الحالات التي يصاحبها زيادة بالانتروبي: ذوبان المواد الصلبة في سائل، انصهار المواد الصلبة إلى سائل، تبخر السوائل إلى غازات إلى بخار. وبعد إذا كانت الحالة الفيزيائية متطابقة، هنا عندنا مشكلة، يعني كلهن غازات، فنعتمد على عدد المولات، فهنا تكون المولات الغازية الناتجة أكبر من المولات الغازية المتفاعلة. راح نبدي بأمثلة والأسئلة اللي موجودة في المنهاج مالتنا. راح ناخذ أول مثال: لا يمكن تجزئة الماء إلى عناصره الأولية في درجات الحرارة الاعتيادية. اللا هاي اللا عائديتها على التلقائية، يعني لا تلقائي، واللا تلقائي يعني الدلتا جي إشارتها موجبة، العملية غير تلقائية. زين، وردت عبارة تجزئة. التجزئة هنا التجزئة أحصل من عندها إشارتين: الدلتا اتش موجبة يعني العملية ماصة للحرارة، والدلتا اس تطابقها زيادة بالانتروبي. هنا أيضا الإشارة هنا موجبة، العملية ماصة للحرارة، والدلتا اس تطابقها بالإشارة هنا زيادة بالانتروبي، زيادة بالانتروبي، زيادة بالعشوائية.
بعد ما ثبتت الإشارات راح أجي هنا أكتب علاقة جيبس. دلتا جي تساوي دلتا اتش ناقصا تي دلتا اس. هنا موجب، هنا موجب، وهنا موجب. نزلت الإشارات، هاي السالب موجودة بالقانون. هسه راح نضرب، نجري عملية ضرب. موجب في السالب سالب، وهنا موجب، نزلت الإشارة وهنا موجب. أنا أريد بالتفسير الطاقة الحرة غير تلقائية. أكتب العملية حسب هذه الإشارة غير تلقائية. شو وقت تكون العملية غير تلقائية؟ شو وقت العملية تكون غير تلقائية؟ ألاحظ يا دالة هنا الإشارة موجبة، يا دالة من هنا إشارتها موجبة اللي هي دلتا اتش. هاي الدلتا اتش إشارة أكبر تي دلتا اس. وانتهى التفسير، انتهى التفسير. بابا انتبهوا لي هنا إشارة الطاقة الحرة، احنا نعتمد بالتفسير على الطاقة الحرة. هنا إشارتها شنو؟ موجبة. أروح ألاحظ الدالتين، منو إشارتها موجبة؟ تي دلتا اس لو دلتا اتش؟ لا، لقيت الدلتا اتش حطيتها علامة أكبر تي دلتا اس، وانتهى التفسير. واضح؟ هسه تضمن الخمس درجات بالجيب. نجي ناخذ سؤال ثاني. خلينا نقرأ التفاعل الآتي. التفاعل الآتي الماس للحرارة، الماس للحرارة غير تلقائي. هو قال لي عبارتين: موجب العملية التفاعل شنو هنا؟ ماس للحرارة، عملية ماسة للحرارة. زين، وش ذكر لي؟ غير تلقائي، ايضا الاشارة موجبة، العملية غير تلقائية. زين، مادة صلبة تفككت الى صلب وغاز، يعني من صلب تحول الى غاز. زيادة بالانتروبي، زيادة بالانتروبي. هو قال لي التفاعل الآتي الماس للحرارة غير تلقائي، عنده 25 سليزي و1 ATM. علل ذلك على ضوء علاقة جيبس. وش قال لي؟ قال لي سألني سؤال خارجي، قال هذا التفاعل غير تلقائي، كيف يمكنك تحويله إلى تلقائي؟ لحظة، خلي نحل نقطة نقطة. حددنا الإشارات الثلاث، فنيجي ننزلهن. هاي موجب، هاي موجب، وهذا موجب. موجب في السالب، هذا سالب، وهذا موجب. نيجي نعتمد بالتفسير على الطاقة الحرة. هنا العملية غير تلقائية. ألاحظ الطاقة الحرة إشارتها موجبة، إذن هاي العملية غير تلقائية. وهو أكدها بالسؤال، قال التفاعل الآتي الماس للحرارة غير تلقائي. شو وقت يكون غير تلقائي؟ أجي أفحص يا دالة، أي دالة إشارتها موجبة. لقيت الدلتا اتش، علامة أكبر تي دلتا اس. بعض الطلاب يكتب دلتا اس، لا، تكتب لي تي دلتا اس. نجي نكمل السؤال. شلون احول التفاعل الغير تلقائي الى تلقائي؟ راح اجاوب لك اياه. احنا نريد المقدار السالب اللي هو تي دلتا اس راح يكون اكبر من الدلتا اتش، حتى تكون الدلتا جي اشارتها سالبه. هنا المقدار كله التي دلتا اس، هذا المقدار السالب، هذا اللي اقصده، المقدار السالب لازم يكون اكبر من المقدار الموجب اللي هو دلتا اتش، حتى تكون الطاقة الحرة
سالبة. شو اسوي؟ يتحول التفاعل الغير تلقائي إلى تلقائي برفع درجة الحرارة. ارفع درجة الحرارة يعني اسخن، بحيث يصبح المقدار تي دلتا اس اكبر من الدلتا اتش، والتفاعل شنو؟ تلقائي. يعني هنا حتى احوله من غير تلقائي الى تلقائي، هنا لازم ارفع درجة الحرارة بحيث يصبح هنا نرفعها المن، مو دائما نرفعها الى ما لا نهاية، لا، بحيث الى الحد يصبح تي دلتا اس اكبر منين؟ من الدلتا اتش. نستمر بحل الامثلة. نقرأ السؤال. عملية تبخر الماء. أول ما قال تبخر، التبخر هنا يعني المادة راح تتحول من سائل إلى بخار. هنا دلتا اس راح تكون موجبة، وبعد ايش راح يصاحبها هنا؟ امتصاص حرارة. امتصاص دلتا اتش ايضا راح تكون موجبة، امتصاص حرارة. وش راح تكون هنا؟ دا يقول لي العملية تلقائية في درجات الحرارة العالية. ذكر درجات الحرارة العالية يعني اكو امتصاص للحرارة، فنجي نثبت الاشارات. موجب العملية ايش بيها؟ ماصة للحرارة. عملية ايش بيها؟ ماصة للحرارة. هنا شي صاحبها؟ زيادة بالانتروبي. زين، ايش قال لي؟ تلقائي، يعني الاشارة سالبة. العملية تلقائية. حددت اشارات الدوال ثلاثة. اهم نقطة احدد اشارات الدوال، اثبت علاقة جبس. نجي الاشارة هنا موجبة، وهنا الاشارة موجبة، والدلتا جي سالبة. موجب في السالب، وهذا موجب، وهذا شنو؟ سالب. بالتفسير اعتمد على اليمين، اعتمد على الطاقة الحرة. الاشارة مالتها سالبة، اذا العملية غير، العفو، هنا العملية اشارة سالبة، هنا ايش راح تكون؟ العملية تلقائية. عندما تكون اشوف يا مقدار سالب اللي هو تي دلتا اس، اكتبه تي دلتا اس علامة اكبر دلتا اتش. العملية ايش بيها؟ تلقائية عندما تكون التي دلتا اس اكبر منين؟ من الدلتا اتش. ناخذ سؤال اخر. ايش قال؟ غاز ويا ايديه، غاز وذاب في سائل، مثلا كوب من الماء، غاز وذاب وين؟ في سائل، يعني اكو هنا نقصان في العشوائية. يذوب غاز وين؟ في الماء تلقائيا، ويصاحب العملية انبعاث حرارة. من قال انبعاث يعني الدلتا اتش سالبة، وغاز ذاب دلتا اس ايضا سالبة. احنا اتفقنا اشارة الدلتا اتش والدلتا اس متطابقة، وذكر له تلقائي. حصلت 3 اشارات سالبة. العملية باعثة للحرارة سالب، نقصان بالانتروبي سالب. العملية تلقائية.
ثبت الإشارات، كتبت علاقة جيبس، هنا إشارة سالبة، سالب في السالب موجب، وهنا سالب وهنا سالب. هنا أجي العملية شبيها تلقائية. عندما شو وقت تكون العملية تلقائية؟ يا مقدار بهن سالب، هذه الطاقة الحرة سالبة، أشوف يا مقدار سالب دلتا اتش لو تي دلتا اس، لقيت الدلتا اتش أكبر من تي دلتا اس. خلينا نكمل. يقول فسر على ضوء علاقة جيبس، أنا فسرت له. ثم بين تأثير درجة الحرارة على التلقائية. هنا يا شباب هو هنا التفاعل أو العملية الذوبان إيش كان تلقائي. يقول لي شنو تأثير درجة الحرارة؟ خلي أجي هنا. تأثير درجة الحرارة إذا سخنت بحيث يصبح المقدار تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش، راح تصبح العملية شنو هنا؟ غير تلقائية. هسه راح نجي نثبت هاي المعلومة. عنده رفع درجة الحرارة، عند رفع درجة الحرارة للحد تي دلتا اس بحيث هنا يصبح المقدار تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش، العملية تصبح غير تلقائية. هذا تأثير درجة الحرارة. أنا إذا سخنت رفعت درجة الحرارة راح يصير المقدار تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش، وراح تصبح العملية غير تلقائية. ناخذ سؤال وزاري. هذا السؤال الوزاري حالة افتراضية. إذا كان التفاعل باعثا للحرارة، إذا باعث يعني الدلتا اتش راح تكون سالبة وتصاحبه زيادة بالانتروبي، الدلتا اس أيضا هنا موجبة. لحظة أستاذ، أنت مو قلت إشارة الدلتا اس والدلتا اتش متطابقة؟ هاي حالة افتراضية. بالوزارة دا يقول إذا كان التفاعل باعثا للحرارة ويصاحبه زيادة بالانتروبي فإنه يجب أن يكون، هو ما قال هنا يجب أن يكون تلقائي دائما، انطاني فراغ دائما. يعني هاي تلقائي هنا بهذا السؤال محددة، لكن هو بالوزاري حط لي فراغ وقال لي دائما. علل ذلك على ضوء علاقة جيبس. فأنا راح أجي هنا إشارة الدلتا اتش سالبة، العملية باعثة للحرارة، والدلتا اس موجبة، العملية أو خلينا نقول مو العملية، نقول زيادة بالانتروبي. هنا راح أحط علامة استفهام على ضوء السؤال الوزاري. ما أعتمد أنه تلقائي دائما حتى أحلها. فأجي هنا الإشارة هنا تي دلتا اس موجبة، هاي موجبة، وهنا سالبة، موجب في السالب سالب، وهنا سالب. ايش راح تطلع لي؟ راح تطلع لي العملية تلقائية، المقدارين سالبين دائما. يعني هنا درجة الحرارة ما إلها تأثير. هنا هو قال لي إذا كان التفاعل باعثا للحرارة وتصاحبه زيادة بالانتروبي. لحظة أستاذ، أنت مو تقول لي الإشارات متطابقة، الدلتا اتش والدلتا اس. إيه بس هاي حالة افتراضية مو حالة حقيقية.
فإنه يجب أن يكون تلقائي. إذا قال لي يجب أن يكون تلقائي فأنا أثبت إشارات الدوال الثلاث، لكن بالوزاري حط فراغ، فإنه يجب أن يكون فراغ دائما، ما أدري تلقائي أو غير تلقائي. فأنا حطيت علامة استفهام خلي أتأكد من الحل. ثبتت هنا إشارات الدوال دلتا اتش سالبة العملية باعثة للحرارة، والدلتا اس زيادة بالانتروبي، وخليت علامة استفهام اعتبرته السؤال على شكل فراغ. زين هنا اجيت إشارة موجبة وسالبة، نضرب ايش طلعت سالبة والثانية سالبة، إذن إشارة الطاقة الحرة راح تكون سالبة، يعني العملية هنا تلقائية في جميع درجات الحرارة. درجات الحرارة هنا ما تأثر دائما. ناخذ سؤال 33. واحد، علل ما يأتي على ضوء علاقة جبس عند أي درجة حرارة هنا ينصهر الجليد تلقائيا. قصده مو درجة رقم، انت يريد لك تحل تثبت اشارات، مو يريد رقم. هنا هو شوية اكو خلل بصياغة السؤال. عند اي درجة حرارة هنا ينصهر الجليد تلقائيا، يعني يسأل سائل يقول استاذ يعني يا رقم؟ لا، يريدك تحل على ضوء علاقة جبس، يعني تحدد اشارات. تجيني ينصهر بداية المحاضرة ينصهر، ايش حصلت؟ اشارتين، الدلتا اتش موجبة والدلتا اس موجبة. اذن هنا الاشارة موجبة، العملية ماصة للحرارة ويصاحبها زيادة بالانتروبي. وش قال لي؟ تلقائي، اذا الاشارة سالبة، العملية تلقائية. هنا اشارة موجبة وهنا اشارة موجبة وهنا سالبة، سالب موجب في السالب، هاي ضرب صارت الاشارة سالبة، موجب سالب. اعتمد هنا بالتفسير، العملية تلقائية عندما تكون يا مقدار السالب اللي هو تي دلتا اس علامة اكبر دلتا اتش، تي دلتا اس علامة اكبر الدلتا اتش، يعني من يكون المقدار تي دلتا اس، من يكون المقدار تي دلتا اس اكبر من الدلتا اتش راح يكون انصهار الجليد تلقائي. هو هذا قصده. قلت لك بصياغة التعليل اكو شوية خلل. هنا عند اي درجة يتصور الطالب يريد درجة يقصدها رقم، لا، يقول لك فسر لي ذلك على ضوء علاقة جبس. على ضوء علاقة جبس احنا فقط نحدد اشارات. حدد شنو؟ اشارات. ذكر لي ينصهر، حصلت لي اشارتين، دلتا اتش موجبة دلتا اس موجبة. وش قال لي؟ تلقائي، يعني الاشارة سالبة. هنا ايش عندي؟ موجب بموجب بسالب، ضربنا الموجب في السالب طلع سالب، بموجب بسالب. من يكون المقدار تي دلتا اس اكبر من الدلتا اتش راح تكون العملية تلقائية. ناخذ التعليل الثاني، لا يتحلل الماء الى عناصره الاولية. لا يتحلل، ذكرت لك لا يعني لا تلقائي، لا تلقائي، لا عاديتها على التلقائية. ويتحلل احصل من عندها اشارتين، هنا دلتا اتش موجبة والدلتا اس موجبة. احنا اتفقنا العبارات المنفية لا يتحلل، لا يتفكك، لا يتجزأ، ثلاث اشارات موجبة. هنا موجب، العملية ماصة للحرارة، وهنا زيادة بالانتروبي.
دلتا جي أيضا موجبة. العملية غير تلقائية. هنا موجب بموجب بموجب، موجب في السالب سالب، وهنا موجب وهنا موجب. هنا نجي العملية غير تلقائية عندما تكون، هنا العملية غير تلقائية، الإشارة موجبة، يا مقدار موجب اللي هو دلتا اتش أكبر من تي دلتا اس. النقطة الرابعة. النقطة الثالثة حليتها مع الأمثلة كانت مكررة. تتفكك، ذكر عمل هنا أنا عبارة تفكك، يعني إذا ذكر عبارة تفكك الدلتا اتش راح تكون موجبة، العملية ماصة للحرارة وزيادة بالانتروبي. زين، تلقائيا الإشارة هنا شنو؟ سالبة. العملية تلقائية. نجي ثبت الإشارات، موجب بموجب وهنا سالب، موجب في السالب سالب، وهنا موجب سالب. العملية تلقائية عندما تكون هنا شو تكون؟ قيمة أو مقدار تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. وضحنا قلنا من التفكك حصلت إشارتين. شنو هن الإشارتين؟ الدلتا اتش موجبة والدلتا اس شنو؟ موجبة. وقال لي تلقائي، إذن الإشارة شنو هنا؟ سالبة. هسه موجب في السالب بعد ما ثبت الإشارات سالب، موجب بسالب. إذن ظهرت العملية التلقائية عندما تكون قيمة التي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. وصلنا إلى النقطة الخامسة، يقول تفكك. لحظة، هنا ذكر كلمة تفكك، حصلت إشارتين، دلتا اتش موجبة دلتا اس موجبة. وش قال لي؟ تلقائي. فهنا دائما في درجات الحرارة العالية، من يقول درجات الحرارة العالية يعني الدلتا اتش راح تكون موجبة، والدلتا اس ايضا موجبة مطابقة الاشارات، والدلتا جي هنا راح تكون سالبة. نثبت هذا الحكي، موجب. العملية ماصة للحرارة والدلتا اس موجبة، هنا زيادة بالانتروبي، دلتا جي سالبة. هنا العملية تلقائية. اجي لي هنا موجب موجب وهنا سالب، موجب في السالب سالب، هنا موجب هنا سالب. اجي العملية هنا العملية تلقائية عندما تكون المقدار السالب هو تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. أني إشارة الطاقة الحرة هي سالبة، ألاحظ يا مقدار سالب لقيت التي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. ننتقل إلى النقطة السادسة. إيش قال؟ قال لا ينجمد، يعني لا تلقائي. لا ينجمد الماء تلقائيا، يعني العملية غير تلقائية، يعني الانجماد مال الماء غير تلقائي. زين، عبارة ينجمد أحصل بنعدها، الدلتا اتش سالبة، العملية باعثة للحرارة، والدلتا اس أيضا سالبة. هنا يصاحبها
نقصان بالانتروبي، والدلتا جي لا تلقائي إذا موجبة. العملية خلي أوضحها أنا، موجبة. العملية غير تلقائية. نجي إلى علاقة جبس، هنا إشارة سالبة، سالبة بموجبة، سالب في السالب موجب، سالب وهنا موجب. هنا العملية غير تلقائية، هنا العملية غير تلقائية، هنا واضح؟ عندما تكون من الإشارة موجبة تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. تي دلتا اس هنا ايش قال؟ لا ينجمد، لا ينجمد تلقائيا، يعني لا تلقائي، إشارته شنو؟ موجبة. الماء إذا انجمد، إذا انجمد ايش سوى؟ بعث الحرارة، كانت درجة حرارته 20 25 نزل للصفر، يعني بعث الحرارة، دلتا اتش سالبة. تحول الماء من الحالة السائلة إلى الصلبة، نقصان بالعشوائية، فإشارتها أيضا سالبة، والعملية غير تلقائية. إذن هنا سالب بسالب بموجب، سالب في السالب موجب، هنا سالب بموجب. العملية غير تلقائية عندما تكون تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. وصلنا إلى بعض الأسئلة الوزارية، هذه النقطة السابعة وهذا السؤال الوزاري. يقول بعض الأملاح ملح يذوب في الماء. الملح صلب، الملح صلب، ذاب وين؟ في الماء تلقائيا، بالرغم من ان عملية ذوبانها تصاحبها امتصاص حرارة، انخصمت الدلتا اتش هنا موجبة. ملح صلب ذاب في الماء، الدلتا اس ايضا راح تكون موجبة، والدلتا جي راح تكون سالبة، لانه ذكر لي تلقائي. خلي اثبت هذه الدوال. هنا عندي موجب، العملية ماصة للحرارة، هنا موجبة، زيادة بالانتروبي، الإشارة هنا سالبة. العملية أو هنا العملية تلقائية. أنزل الإشارات، موجب، والدلتا اس أيضا موجبة، وهنا سالب، موجب في السالب سالب، وهنا موجب وهنا سالب. هذا ضرب. نجي لهنا العملية تلقائية عندما تكون قيمة، شنو قيمة؟ من المقدار السالب دلتا جي إشارتها سالبة، من المقدار السالب تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. قيمة دلتا اتش تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. سؤال اجى بال 2023 بالدور الأول. يجري التفاعل تلقائيا، خل أثبته، الإشارة هنا سالبة، العملية تلقائية بدرجات الحرارة المنخفضة، يعني باعث للحرارة. هنا العملية باعثة للحرارة. انتبه لي، المواد المتفاعلات، هنا المتفاعلات، ألاحظ حالتهن الغاز شنو؟ فيزياء غازات تحولت إلى صلب، من غاز تحول إلى صلب، يعني نقصان بالعشوائية، نقصان بالعشوائية. أنزل الإشارات، أثبتن، سالب سالب سالب، سالب في السالب موجب،
سالب، وهنا العملية سالب، هنا إشارة سالبة. العملية تلقائية عندما تكون قيمة الدلتا اتش أكبر من التي دلتا اس. قيمة الدلتا اتش هنا أكبر منين؟ من التي دلتا اس. سؤال اجانا سنة 2025 بالدور الأول. ايش قال بي؟ يجري التفاعل التالي تلقائيا بدرجات الحرارة العالية. ايش قال لي؟ تلقائي، يعني هنا الإشارة سالبة. العملية تلقائية بدرجات الحرارة العالية، يعني دلتا اتش ايش راح تكون؟ موجبة. العملية ماصة للحرارة. انتبه علي، تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية يصاحبها زيادة بالانتروبي. زيادة بالانتروبي، تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة الغازية راح يصاحبها زيادة بالانتروبي. إذن هنا عندنا إشارة سالبة، سالب هنا للدلتا اتش العفو موجبة، وهنا موجبة سالب. موجب في السالب سالب، موجب سالب. العملية تلقائية عندما تكون هنا من المقدار السالب تي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. هنا هاي سنة ال 25 الدور الأول، وجاب لي هذا السؤال هو عكس السؤال اللي قبله اللي جاني بال 23. قال يجري التفاعل تلقائي. من قال لي تلقائي؟ يعني الدلتا جي سالبة بدرجات الحرارة العالية، يعني اكو امتصاص حرارة. وبعد انطاني معادلة من صلب تحول إلى غاز. إذن الدلتا اتش موجبة والدلتا هنا اس موجبة، يعني عملية ماصة صاحبها زيادة بالانتروبي، ودلتا جي سالبة، يعني العملية تلقائية. ثبتت الإشارات ووضحت، قلت العملية تلقائية عندما تكون التي دلتا اس أكبر من الدلتا اتش. أعزائي طلبة السادس العلمي، نهاية محاضرتنا. إن شاء الله استفادتوا هنا في كيفية حل التعاليل اللي تخص علاقة جبس. أريدك مستعد تكون بالمحاضرة القادمة، لأن راح أبدي أشتغل على المسائل التي تخص علاقة جبس، وبالتوفيق إن شاء الله.